أكيد أنت في لحظة من اللحظات حسيت إنك مش قادر تاخد قرار، حسيت إنك تايه، أو الدنيا ضلمت في وشك أوي لدرجة إنك مش قادر تشوف بكرة. في اللحظة دي أنت مش محتاج فلوس، مش محتاج حد يطبطب عليك، أنت محتاج النور. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اسم الله النور. وده الاسم اللي لولاه لكان الكون كله هيكون عتمة. لكان الكون كله هيكون عتمة. تعرف تقول 5 مرات؟ لكان الكون كله هيكون عتمة. ولولا نور في قلوبنا كان زمان قلوبنا تاهت وراحت مع فتن الدنيا. فتعالوا نعرف يعني ايه ربنا ينور بصيرتك، وازاي النور اللي هو اسم الله هيغير رؤيتك لكل حاجة حواليك. النور في اللغة معناه هو اللي بيظهر الأشياء وبيخليها تتشاف ببساطة أوي، هو اللي بيكشف لك الحقيقة. ربنا عز وجل قال في كتابه: الله نور السماوات والأرض. ربنا هو اللي نور الكون كله بالشمس والنجوم والقمر، وهو اللي نور العقل بالعلم، وهو اللي نور القلب بالإيمان. نور الله مش زي نور اللمبة أو الكشاف اللي ممكن يتحرق، ده نور دائم ملوش حدود. ولما ربنا عز وجل ينور لك طريقك فأنت تروح للخير كده. سبحان الله، حاجة رباني كده، أنت تروح للخير وتبعد عن الشر، حتى الشر ده لو كان متزين بحاجات حلوة. فما هو فعلا كتير جدا الشر بيتزين بحاجات حلوة. النار حفت بالشهوات، ولكن اللي ربنا نور له بصيرته بيروح للخير ويبعد عن الشر حتى لو كان الشر متزين بالشهوات. وده اسمه نور البصيرة اللي بنتكلم عنه، وبندعي ربنا دايما ان هو يرزقنا نور البصيرة. عارف ليه في ناس تلاقي ماشية في الشارع كده منورة وشها منور مع ان ملامحها عادية؟ لا 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 لا، ده مش مكياج ولا إضاءة يعني. ركز معايا كده، ده نور الطاعة. اسم الله النور لما يسكن في قلب العبد بيظهر أثر ذلك واضحا على وجهه، تلاقيه منور، وعلى قلبه، وتلاقيه على لسانه، وفي طريقة كلامه وفي طريقة تعامله تلاقي النور طالع منه كده. فاهم ازاي؟ أو تلاقي النور في القبر. وده اللي احنا بندعي بيه ربنا دايما: اللهم اجعل في قبري نورا. أو النور على الصراط، لما الدنيا تضلم يوم القيامة المؤمنين بيمشوا بنورهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كما قال عز وجل. فكل واحد ماشي بنوره من المؤمنين يعني. أو ربنا يفتح عليك في رمضان، لأن رمضان في الصيام والقيام. وفي حلقة فيه فيديو كنت أنا منزله قبل رمضان، روحوا اسمعوه، اللي هو ازاي نصوم بجد في رمضان، اللي هو فيه الجوارح لها صيام كمان. فإنك تصوم في رمضان وتصلي القيام والقرآن ده كله بيعمل عملية تنظيف وغسيل لقلبك من الصدأ بتاع الذنوب. فيبدأ ربنا عز وجل يرزقك نور البصيرة بمنة وعطية منه سبحانه وتعالى، لا باستحقاق منك. تمام؟ يرزقك الله عز وجل بنور البصيرة، فتبدأ تفهم آية ما كنتش فاهمها، تحل مشكلة كانت مستحيلة، فربنا عز وجل يرزقك نور البصيرة فتلاقي لها كده ثغرة كده في الطريق فتروح لها. تمام؟ فده كله اسمه نور البصيرة، وده هو كله بسبب الطاعة وطاعة الله عز وجل. فرمضان فرصة عظيمة عشان تنظف قلبك من صدأ الذنوب ومن الران الذي أغشي عليه وغطاه بسبب كثرة الذنوب. تمام؟ فاغتنم هذه الفرصة. ودي الحلقة ديت احنا فين؟ احنا في 20 رمضان، تلتين رمضان عدوا، احنا في العشر الأواخر، في الزبدة بتاعت رمضان. 10 الأواخر يعني خلاص، يعني فاضل 10 أيام ورمضان يخلص، فاضل 10 رمضان والنفحة بتاعت نفحات الله. مش الله عز وجل ليه نفحات يعطى لعباده؟ دي كانت نفحة، والنفحة في رمضان كمان ال10 أيام، والنفحة اللي في 10 أيام ليلة القدر. فرمضان كله نفحة، وال10 أيام الأواخر نفحة، وليلة القدر اللي في 10 أيام الأواخر نفحة. فتعرض لها، ألا فتعرضوا لها. انت لو عاوز حاجة من حد تبقى تروح له على طول وتجيب له هدية وتتعرض له على طول عشان لما تطلب منه حاجة يديها لك. مثال مثلا، معلش خرجت بره الإطار ولكن يعني لعل وعسى حد فيكم ينتبه لذلك. انت لو رايح واحد قال لك انا معايا فلوس ملهاش اخر واللي هيجي لي هديله، فانت هتروح له انا هو وهتزاحم، وهتروح له ولابس احسن الثياب وراشش ريحه وعطر ومتظبط ومسرح شعرك وكل حاجه. طيب ليه ما بنعملش كده مع ربنا؟ دي نفحة من نفحات الله، ليه ما بنتعرضش لها؟
تعرض لها. وكمان لله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. ليه ما بتدعيش ربنا؟ وليه ما بتبقاش تقول يا رب أنا والله يا رب يا رب يا رب والله بمن منك وكرم منك لا باستحقاق مني، فأنا لا أستحق. فيا صديقي استدرك إن 20 يوم من رمضان عدوا، فاضلك 10 أيام بس. فبالله عليك أحسن ختام رمضان، أحسن ختام رمضان. تمام. وعلشان حياتك تنور لازم تفتح الشبابيك، وأعظم شباك ممكن تفتحه هو القرآن. فاللي ملوش ورد يوم من القرآن حياته ضلمة، ضلمة عتمة، حتى لو مش حاسس كده. وفي حاجات كتيرة جدا متقفلة عشان هو قافل أعظم شباك. ربنا عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليكم نورا مبينا، اللي هو القرآن. فاللي ما تعرضش للقرآن هو فقد نور، بما قال عز وجل في هذه الآية فقد نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأنت ما تعرضتش للقرآن فالنور ده ما جالكش. تمام. وتاني شباك وشباك مهم قوي وهو الصدق. الكذب بيعمل ضباب على عينك، ما بتشوفش النور. أو النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه قال يعني وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني تكتب عند الله كذاب. فانت تخيل ان الله عز وجل بيناديك يا كذا يا فلان الكذاب تعال. متخيل؟ فبالله عليك الكذب حاجة عظيمة جدا، وبالله عليك الصدق بينور لك بصيرتك وبينور لك طريقك. فليه ما بتكونش صادق مع الناس؟ فكون صادق مع الناس وكون صادق مع الله. فوالله والله مهما كذبت الكذبة ده هي يعني تيجي توزنها بميزان الآخرة مش حاجة أصلا، ده دنيا يا صديقي، إنها دنيا فانية. وتالت حاجة إنك تدعي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. لو عشت باسم الله النور هتعرف ان اللي أمنك دلوقتي ونور لك حياتك دلوقتي هو اللي هينورها لك في المستقبل. فعمرك ما هتخاف من المستقبل لو انت متيقن ومستحضر اسم الله النور. تمام. وواجبنا النهارده في رحلة معرفة بالله هو انك نور جبر الخواطر، بمعنى انك تشوف حد متضايق وتنورها له بقدرة الله عز وجل طبعا، انك تفكها عليه، انك تساعده، انك تقوله كلمة طيبة فتنور له يومه، فالله عز وجل ينور لك انت كمان يومك. فانت الله عز وجل يحب ان يرى اثر صفاته واسمه على عباده. فانت لما تنور حياة حد فانت هنا تستوجب نور الله بمنه وكرمه ايضا. ده لازم قاعدة كده ثابتة، ان اي حاجة انت فيها بمن الله وكرمه لا باستحقاقك. تمام. وبكده انا خلصت محطة النهاردة، محطة مليئة بالنور، فاللهم اجعل فيها النفع والفائدة. فلو استفدت منها متنساش تشاركها مع غيرك عشان كله يستفاد، ودعمنا بلايك واشتراك وقول لنا رأيك في التعليقات عشان يوتيوب يقترح هذا البرنامج لكل الناس. فصوما مقبولا وافطارا شهيا يا صديقي. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.